اهلا وسهلا. في هذه الحلقه بغيت نهضر على كيفيه تصنيف المشاريع. تصنيف المشاريع هي واحد العمليه اللي سهله ولكن المنفعه ديالها كبيره. من اول حاجه هي انها توضح لنا شنو هما الحاجيات ديال المشروع ديالنا، وتقدر توضح لنا اكثر شنو هما الاشياء اللي تقدر تاثر لنا على المشروع. هناك بزاف ديال الطرق باش نصنفوا المشروع ديالنا. من ابسط الطرق هي الطرق اللي تنستعملوا تصنيف مثلا الشركات على حسب الحجم، كما كاين شركات صغرى متوسطه كبرى. المشروع كذلك نقدر نصنفوه على حسب الحجم، صغير متوسط ولا كبير. وهذا الشيء تيتبازا على غالبا على الميزانيه ديال المشروع، ولا بعض الاحيان على التوقيت ديال المشروع. بمعنى باش نبسط الامور، الميزانيه اللي كانت صغيره باش نهي المشروع ديالك فهو تعتبر مشروع صغير. اذا كانت الميزانيه كبيره فهو تعتبر مشروع كبير بكل بساطه. كذلك في التوقيت، اذا كان المشروع ديالك تقدر تساليه في اسبوع، ماشي هي اللي تساليه في 6 شهور، ماشي هي اللي تساليه في عامين. كاين طرق اخرى باش نصنفوا المشاريع، كمثال على حسب النطاق ديال المشروع. مثلا نهضر على النطاق، تنهضر مثلا محلي، عالمي. كاين طرق اخرى باش نصنفوا المشروع، تنهضر مثلا على الملكيه، واش هو ملك ديال الدوله ولا خصوصي. كاين طرق اخرى هي على حسب القطاع ديال العمل اللي داخل في هذا المشروع، واش هو صناعي، واش هو فلاحي، واش هو معلوماتي انفورماتيك. كاين بزاف ديال الطرق اخرى باش نصنفوا المشروع. حنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل كامله، بغيت نعطيكم غير فكره وتوضيح ان المشروع خصك تصنفو. واخا تبان لك هي عمليه بسيطه، ولكن المنفعه ديالها كبيره بزاف. شنو هو الراي ديالكم؟ واش انت اللي خدام على المشروع ديجا فكرتي في المساله وصنفتي المشروع ديالك؟